مرحبا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم في برنامجكم الجديد من قناة السلام الإعلامية قوارير. سوف نتحدث في هذه البرنامج عن مواضيع تهمك أنت. سنسلط الضوء عن قضاياك ومشاكلك ومهمومك من أجل أن نفتح لها باب للحديث عنها ولإيجاد حلول عنها. وفي أول حلقاتنا لهذا اليوم سوف نتحدث عن موضوع مهم جدا بالنسبة للمرأة الإريترية، ألا وهو موضوع المرأة ومشاكلها في المهجر، وأيضا مشكلة الهوية الإسلامية والمحافظة عليها في ظل هذه التغيرات البيئية والمجتمعية وحتى الدينية. سنتحدث أيضا عن إيجاد حلول لمحاولة الحفاظ عن هذه الهوية الإسلامية والوطنية. وفي أول حلقاتنا سوف نستضيف الأستاذة حليمة رمضان من أستراليا، أخصائية في شؤون الأسرة والتربية وناشطة اجتماعية أيضا. مرحبا بك أستاذة حليمة معنا اليوم، وشكرا لك لقبولك دعوتنا. أهلا وسهلا بكم جميعا، وجزاك الله خيرا على الاستضافة. سعيدة جدا بوجودي معكم اليوم. في البداية أستاذة حليمة، ممكن أن تحدثينا قليلا عن المشاكل التي تواجه المرأة الإريترية في الخارج أو في المهجر، بلاد المهجر بالعموم؟ نعم. ربما أعود بالزمن إلى يعني إلى الخلف، وأذكر أنه قبل 30 أو 40 عاما سبحان الله لم يفكر أحد من أجدادنا ومن آبائنا الخروج يعني من القرية الصغيرة أو المدينة الصغيرة التي كانوا فيها، ولكن سبحان الله شاءت الأقدار وانتقلوا وخرجوا من البلاد إلى البلدان المجاورة وبنوا سبحان الله بيوتا ومجتمع وأسر لأبنائهم وأحفادهم، ثم يشاء القدر مرة ثانية وأن أيضا يتهجر هؤلاء الأبناء وهؤلاء الأحفاد إلى أبعد من ذلك، إلى مجتمعات أيضا أكبر، عالم مختلف وقد يكون غير متجانس. كل هذه الأمور سبحان الله طبعا لم تكن بالسهلة، ولكن أصبحنا لابد أن نواجه هذا التغيير وهذا النقلة الكبيرة التي حدثت بداية من عهد آبائنا وأجدادنا إلى عهدنا نحن. وإن شاء الله تعالى في هذا اليوم سنحاول أن نسلط بعض الأضواء على هذه الإشكاليات أو هذه المعاناة أو المشاكل التي عانينا منها أو عانوا منها من قبل جيل، والآن نحن الجيل الثاني الذي أيضا قد نواجه بعض الإشكاليات وبعض الإيجابيات أيضا التي إن شاء الله نتحدث عنها. صحيح. دعينا أيضا نفهم طبيعة الاختلاف ما بين أن تتعايش في مجتمع مسلم وأن تعيش أيضا في مجتمع غير مسلم. فهناك من ذهب بعد الهجرة إلى بلدان مسلمة، وهناك من ذهب ولجأ أيضا إلى بلدان غير مسلمة بتاتا. فكيف هي الطبيعة هناك؟ طيب. مسألة الهجرة يعني دائما سبحان الله نرى أنه أحيانا وهي إشكالية، أعتقد أنها إشكالية إنسانية، بحيث أنه هذه مرت عليها كل الحضارات، أن تنتقل أنت من البيئة التي كنت تعيش فيها أو البيئة الصغيرة التي أنت كنت يعني متجانس فيها مع كل من يشابهك، ثم تنتقل إلى حضارة أخرى وإلى ثقافة أخرى غير متجانسة عن البيئة الأولى التي أنت كنت تعيش فيها. هذه هي الصعوبة، أنك الآن أنت تتعايش مع أفراد أسلوب الحياة مختلف، الهوية قد تكون مختلفة، اللغة مختلفة، الثقافة مختلفة، أساليب الحياة قد تكون مختلفة. هنا تأتي الصعوبة، فأن كيف تتعايش مع هذه البيئة الجديدة. وأيضا عندما يكون أضف إلى كل هذه، عندما تكون لديك هوية دينية مختلفة، يعني نحن نعيش في مجتمع لا ديني يعني، أو معظم الغرب وإن كانوا يعني في بواطن يؤمنون ممكن أن يكون لهم توجه ديني، ولكن المسمى عادة أو في معظم الدول الغربية، حتى يعني البلد اللي نعيش فيها تعتبر من دول الغرب وإن كنا في أقصى الشرق، فهي أيضا تعتبر دولة لا دينية. فالمحافظة على الهوية الدينية أيضا فيها بعض قد يكون، لكن أنا لا أريد أن في صورة سلبية، لأن الحمد لله نحن في يعني متعايشين والحمد لله، ونمارس كل يعني الطقوس وكل الممارساتنا الدينية،
بكل سهولة وكل بساطة، ولكن فيها بعض الإشكاليات إذا كنت أنت في نوعا ما في توجه غير سوي. يعني لذلك أنا دائما أنصح من أهم شيء في مسألة التعايش أولا أنك تتقبل الآخر، وأنك أنت تعيش كمواطن مسلم في الدولة التي تعيش فيها، وأن تطبق القوانين وأن بدون طبعا مخالفات شرعية. هذا يعني من أهم الأمور التي تساعد على مسألة التعايش. وأيضا نعم كنت كتبت نقطة ما حبيت أني تقبل الآخر احتمال نعم، والتحرر من الفكر المتحجر، لأنه أحيانا الفكر المتحجر أو عدم قبول الآخر هذه اللي سببت بعض الإشكاليات. والكل يعرف طبعا أنه يعني التشبث بالفكر أو التحجر بدون تقبل وبدون النقاش الواعي أو النقاش الإيجابي ممكن يسبب إشكاليات. نعم، ولكن أستاذة حليمة، هل يعني ضرورة أنه أندمج في مجتمع أجنبي، في مجتمع يختلف تماما عن ديني أو يختلف تماما عن ثقافتي ومجتمعي، هل يعني ذلك أن أنصهر معه وأترك مثلا بعض الأخلاقيات أو مبادئي أو ديني وأندمج معه بحجة الاندماج في المجتمعات مثلا؟ هناك الكثير هذه المشاكل نواجهها في الغرب. لا طبعا تماما، أنا ما أتحدث عنه هي مسألة تعايش وليست مسألة نعم. اندماج، لأنه في فرق. نريد أن أنا نوضح لا أكثر أريد. هذا المفهوم يعني. نعم نعم. مسألة الانصهار أو مسألة الاندماج وتقبل كل شيء طبعا حتى وإن كان مخالف بعقيدتي أو مخالف بمرجعيتي الدينية، طبعا هذا مستبعد، وهذا أنا لا أتحدث عن هذا. أنا أتحدث أن أكون أنا مواطن في البلد اللي أعيش فيها وأحمل جوازها، وفي نفس الوقت أنا أعيش كمسلم مطبق لمشاعر لكل يعني كل التعاليم الدينية بدون أن أخالف. هذا اللي قصدته. نعم، وهذا نعرف أصلا ما إنه هناك طلبه ديننا. توجه. نعم صحيح. نعم، لأنه نحن أصلا يعني حتى الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان يبعث يعني أن يرسل صحابته كان دائما يوجههم بأنك لا يعني ما تمشي عكس التوجه، أو أنك ما تحارب من كان مثلا في صومعته أو كذا أو كذا. فيعني كان في عندنا هذا الفكر المتوازن موجود أساسا، ولكن انحرفت ممكن بعض الجماعات. ماذا أو ما هو تصورك أستاذة حليمة لأسرة عايشت ممكن هذه الحروب ورأت هذه الحروب ثم هاجرت، تركت أرض الوطن ولديها أبناء قد ولدوا في أرض الوطن، شربوا من حب هذا الوطن وعرفوا وطنهم، وحينما تهجروا وجدوا أنهم في مكان مختلف تماما، عادات مختلفة تماما، حافظوا على دينهم، لكن الانتماء للوطن بقي هناك فقد معين، شعور أنه نحن بعيدين كل البعد عن أرض الوطن. وأيضا هناك من لم يولدوا في أرض الوطن، لم يروا إريتريا، لم يسمعوا عنها أو سمعوا فقط عنها من خلال القصص وحكايات آبائهم. كيف يمكننا أن نعزز انتماء الوطن ونحافظ على عاداتنا وتقاليدنا خلال هذه الغربة وهذه المجتمعات الأخرى؟ نعم، هذه والله ما تحز في النفس. يعني أصعب شيء أن تولد أجيال خارج عن وطنها أيا ما كان هذا الوطن، ووطن الإنسان ومرجعيته وهويته هي ما يعني هذه كيانك، هذا الكيان اللي يرسمك. وللأسف الشديد سواء في الغرب أو في أي دولة يعني أخرى، إذا لم نحافظ على هذا الكيان فللأسف الشديد تطمس هذه الهوية. مثلا الآن من تعايش مثلا أو من عاش، وليس الكل يعني إلا من رحم ربي، أنه هناك بعض الأسر فعلا الهوية الإسلامية موجودة، ولكن للأسف الهوية الإريترية أو الهوية الوطنية طمست بسبب اندماجها مع الثقافات الأخرى ومع المجتمعات الأخرى أو الجاليات الأخرى. هذا يعني هو ليس من الخطأ أن تندمج مع الجاليات الأخرى، بل كل ما هذا نوع من الترابط الاجتماعي المطلوب حتى يستطيع الإنسان أن يعني يتعايش في الغرب. ولكن الانسلاخ من الهوية هذه من أصعب الأمور التي تواجه الكثير من الأسر الإريترية. يعني الإشكالية ظهرت في بداية، وأكون يعني صريحة، بدأت في دول العرب،
لأنه عندما كنا في الدول العربية لم يكن هناك الخوف من الهوية الإسلامية، صحيح. لأنها ما زلنا في نفس البوتقة. عفوا، لم يكن هناك خوف من طماس أن تنطمس الهوية، لأنه كان همنا الأكبر أو هم آبائنا الأكبر هو الهوية الإسلامية. حافظنا على الهوية الإسلامية، ولكن في بداية، خصوصا لو تحدث عن جيلي أنا في بدايات في أواخر السبعينات أو بداية الثمانينات، لم يكن هناك المدارس في المهجر، لم تكن هناك مدارس جالية، لم يكن هناك أنشطة للجاليات، فاندمجنا مع العالم الآخر وفقدنا الهوية بعض الشيء، وبعضنا فقد حتى اللغة. أما في الغرب، لأن الغرب قائم أساسا على فكر الجاليات، على فكر أو مبدأ أن تندمج مع الجالية. فعندما تندمج مع جاليتك تظهر هناك إحياء الهوية الوطنية. ولكن أيضا بالرغم من هذا هناك بعض الأسر التي لم تندمج، ولكن الحرص في الغرب أرى أنه كان هناك واضح حرص على الهوية. ولكن كما ذكرت أختي، هناك بعض الأسر التي فعلا هاجرت، التي لم ترى أصلا إما الأب أو الأم أو الأبناء لم يروا إريتريا، فأصبحت هناك نوع من ازدواجية في الفهم الوطني، أو ازدواجية في الانتماء. وأرى أنه أفضل طريقة حتى على الأقل أننا نحيي هذه الروح الوطنية في أبنائنا، أن لا نترك أبدا العادات والتقاليد، أن لا نترك بعض الممارسات التي كانت تقام مثلا في إريتريا، سواء مثلا كانت حدثينا عن تجربتك أنت، بما أنك أنت ولدت في السعودية في بلد آخر عربي مسلم بطبيعة الحال، كيف كانت أجواء أسرتك وعائلتك في الحفاظ وترسيخ الوطن لديك على الرغم أنك لم تولدي فيه ولم تريه حينها؟ هذه الإشكالية اللي أتحدث عنها، أننا كان هناك سلبيات في مسألة التعايش في دول العرب، لأننا في دول العرب كنا نعيش في بوتقة العالم الإسلامي، كنا نعيش في بوتقة العالم العربي أكثر من ما أنا لا أنكر، لا أكيد كان هناك عندنا ممارسات سواء في المنزل، سواء في الاحتفالات، سواء في الأعياد، سواء في الزواجات، يعني كان موجود، ولكن لم يكن ظاهر بقوة كما هو في الغرب. وربما أنا عشت في الغرب أكثر مما عشت هناك، فرأيت أن الانتماء الوطني ظهر أكثر في الخارج، أو على الأقل انتمائي الوطني ظهر أكثر في الخارج، كما ذكرت، لأن هناك الأنشطة التي يعني حافظنا عليها، والأنشطة التي أو التراث اللي أردنا أن ننقله للجيل الثاني، للجيل أبنائنا. لذلك كان هناك حرص شديد على نشر وعي الانتماء الوطني. شكرا لك أستاذة حليمة، سوف نعود لك ولكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، نلتقي وإياكم، تبقوا معنا.